خلينا متفقين ان الناس دلوقتي بتحكم على الشخص اللي قدامهم في اول 10 ثواني، وده مش بيبقى صح قوي ان انا احكم على شخص من اول ما اشوفه في اول 10 ثواني، وده بيتسمى بالانطباع الاول او لغة الجسد. وانا النهاردة هقولك على كام حاجة كده بسيطة وفي نفس الوقت اساسيات لازم تاخد بالك منها. مش هصعب لك الموضوع، لكن في حاجات لو عملتها الناس هتقول عليك طري. اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد. معاكم فادي لايف ستايل، وانا معاك في اي حاجه عشان نظبطها مع بعض في شكلك، في ستايل لبسك، في حياتك اليوميه عامه. وطبعا بشكر كل واحد بيدعمني بلايك او بيتفرج على فيديوهاتي او بيشترك في القناه، بحبكم والله. ويلا نشوف هنقول ايه النهارده. بلاش وانت داخل على اللي قدامك تبقى تاني ظهرك وتحسسه انك غلبان ومكسور. وبعدين احنا كرجاله مفيش حاجه تكسرنا، وطبيعي جدا وانت تاني ظهرك راسك بتبقى متنيه لتحت، وده غلط. فانت تبقى داخل على اللي قدامك فارد ظهرك رافع راسك وبتسلم عليه بنشفان، مش تكسر له ايده، لكن بتسلم عليه بثقه وبترحب بيه، تديله برستيجه وانت تبقى في نفس الوقت على وضعك. انا بابا يلا. تاني حاجه، بلاش وانت بتتكلم مع اللي قدامك تبقى مربع ايدك. بلاش تحسسه انك قافل على نفسك او غامض او مالكش شخصيه. الوقفه الصح يا اما حاطط دراعاتك جنبك يا اما ايدك على بعض وحاططها قدام. وانك تبقى قافل ايدك وانت بتتكلم ده غلط. حرك ايدك وانت بتتكلم بس بلاش تلوش وحركتها تبقى بزياده، كده انت هتخلي اللي قدامك وتوتره. وتالت حاجه الاي كونتاكت. لغه العين دي من اهم الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها. ما ينفعش يبقى حد بيكلمك وعينك رايحه جايه على حاجات تانية. لازم عينك تبقى في عينه، ما تبرقلوش يعني، بس لازم تبقى باصص في عينه كده. كده انت هتعرفه انك سامع له وانك مهتم بكلامه. واوعى تفضل باصص على بقه وهو بيتكلم، دي اكتر حاجه هتقفل اللي قدامك منك. دي اساسيات يا جماعه ما ينفعش ما ناخدش بالنا منها. ورابع حاجه عدم الاحترام. طبيعي جدا في شخص هتتعامل معاه لاول مره فلغه الحوار ما بينكم هتبقى بشياكه، انما في حد تاني ممكن تيجي تتكلم معاه لاول مره ويجي في وسط الكلام يقولك اصل الراجل ده ابني. كده اتاكد مليون في الميه ان الشخص ده مش محترمك ولا محترم وقفتكم مع بعض لاول مره، فده لازم تستوب الحوار معاه. وهنيجي لخامس حاجه بقى، بلاش تتكلم مع حد وانت حاطط ايدك على بقك او بتلعب في دقنك. مبدئيا كده كلامك مش هيبقى واضح مع اللي قدامك، فبالتالي مش هيسمعك كويس. وتاني حاجة هو ممكن يفتكر انك عايز تضحك على حاجة بيقولها وماسك نفسك من الضحك، وكده ممكن يحط في دماغه انك تافه. وسادس حاجة الموبايل. اوعى تنشغل بحاجة في ايدك وحد بيكلمك. ما تبقاش ماسك الموبايل وهو بيتكلم وانت مثلا بتسكرول على الفيس او جالك نوتيفيكيشن. سبب واحد بس انك تطلع الموبايل ان لو حد اتصل بيك ولازم ترد، وكده يبقى تعتذر للي قدامك وترد وترجع له بسرعة. كده انت قدرت التليفون اللي جالك واحترمت الراجل اللي واقف معاك. الحاجات دي اساسيات ما فيهاش نقاش. وهنيجي لاخر حاجة بقى، قعدتك الصح. مبدئيا كده بقى لو انت قاعد مع حد مش مستحب خالص تبقى قاعد وحاطط رجل على رجل، وهنفرض انك مش مرتاح في القعدة وعايز تحط رجل على رجل. اوعى تحطها في وش اللي قدامك، دي ما فيهاش كلام. امال هنقعد ازاي؟ اكيد مش القعدة دي. هتقعد كده وتفرد ظهرك وتحط رجل على رجل بالشكل ده، قاعد ومستريح وفي نفس الوقت مش حاطط رجلك في وش اللي قدامك. ولو انتوا واقفين حاول تسيب سبيس او مساحة ما بينكم، وده بيخلي ان في مساحة حواليك انك تتحرك بجسمك وتتكلم براحتك. وده اللي عندي اقوله لك النهارده. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك وتدوس سبسكرايب وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش الجديد. وبالمره تخش تعمل لي فولو على الانستجرام والفيسبوك، هسيب لك اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن تحت. اخر حاجه اقولها لك، مش عايزك تسيب حاجه للصدفه، دايما جاهز ومستعد لاي موقف، دايما سابق اللي حواليك بخطوه. اشوفكم الفيديو الجاي.